طيب الحل يا عم توفيق، انا هقول لكم على الحل بعد ما نشرح على الخريطة مصر هتتقسم ازاي. ادي مصر زي ما حضراتكم شايفين معايا، طبعا دي خريطة مصر. هنا ليبيا موجودة، هنا سيناء، تمام، دي السعودية، تمام، هنا السودان. طيب ادي اول تقسيم، ادي اول دولة اهي، شايفين الخط ده اهو في الخريطة اهو. دولة هتاخد من هنا وهتاخد من السودان نفس المساحة، يعني لو اعتبرنا المساحة دي على الخريطة 10 سنتي هتاخد كمان من السودان، من شمال السودان 10 سنتي، تبقى المساحة كلها 20 سنتي. وادي دولة النوبة، النوبة القديمة. طيب الدولة التانية بقى فين؟ خلوا بالكم، ايوه الدولة التانية اهي، هذه هي حدودها اللي هو الخط ده. ادي الدولة التانية اهي. طيب انا عندي كده مشكلة، عندي سيناء وعندي الجزء ده، هعمل فيه ايه؟ ايوه هيبقى كالاتي، هتبقى دي دولة، هي قناة السويس اهي، ادي قناة السويس رابطة الخط ده المجرى المائي، جايبه ادي البحر الابيض وادي البحر الاحمر. السفن بتيجي كده تدخل في الخليج السويس، تطلع على من البحر الاحمر، تطلع على قناة السويس، تصب في البحر الابيض. ربطنا الشرق بالغرب وربطنا الجنوب بالشمال. طيب ما هو احنا ده ما ينفعش البلد دي تفضل طول عمرها كده، ما احنا لازم نشوف لها حل. ايوه الحل ايه بقى؟ نعمل مشكلة هنا في بورسعيد، رأس قناة السويس من عند البحر الأحمر، من عند البحر الأبيض، لأن احنا أساسا تحت داخلين على السيطرة على البحر الأحمر، فأصبح بالنسبة لنا المشكلة هنا يعني مش هتفيد، لأن احنا مسيطرين من تحت بعد موضوع الصومال واليمن، فأصبحنا باب مدخل البحر اللي هو البحر الأحمر اللي بيقولوا عليه بحر العرب أو البحر الأحمر، احنا مسيطرين على بابه. لو قفلنا الباب ده تحول هذا البحر إلى بحيرة، قفلنا هنا وقفلنا تحت تحول هذا البحر إلى بحيرة. ملوش قيمة، بس احنا عايزينه واحنا المتحكمين فيه. يبقى باب المندب البحر الأحمر موجود عند الصومال، أنا بوظتها، وموجود عندي اليمن ببوظ فيها، يبقى موجود قدام مني ان انا ممكن اطلع اي قرار دولي بتكليف تأمين مدخل البحر الاحمر دوليا.